هلو ده بارت 3 من روتين شعري الفترة دي بعد ما حرفيا اتدمر بسبب الصيف والجو والرطوبة. ولو ما كنتوش شفتوا بارت 1 و 2 بجد هيفوتكم كتير جدا. اللينكات موجودة تحت في الديسكريبشن وكمان هتطلع لكم من الاي. تعالوا بقى في الفيديو ده اكلمكم عن الليف ان او الحاجات اللي كنت بحطها على شعري، او يعني الليف ان اللي بحطه على شعري في الشتاء ودلوقتي بستخدم ايه. بصوا يا جماعه، انا في الشتاء بجد او اعتقد كلنا شعرنا بيبقى حلو قوي لدرجه اني كنت بستخدم بس ايمامي اويل وخلاص، مش بكون محتاجه اي حاجه تانية. الشعر بيكون ناعم جدا مترطب ولا هايش ولا مقصف ولا اي حاجه. في الصيف بقى حرفيا شعري فيه كل المشاكل، وتيجي تحلي مشكله تلاقي التانية، تحلي التانية تلاقي الاولى اللي انت حليتيها اصلا باظت. خلينا نتكلم عن مشكلة وأول مشكلة وهي التساقط. لو شعرك بيقع جدا زي وانتي بتسرحي، يقع على السجادة وانتي بتغسليه تشوفيه وقع في البانيو، بيقع في كل حتة، انتي محتاجة حاجتين: حاجة تطلع شعر جديد وحاجة توقف التساقط وتمسك الشعر الموجود. وانا بقولك مفيش احلى من ماسك الصدر اللي هيطلعلك بيبي هير. انتي مش هتصدقي كمية الشعر اللي هتطلع في وقت قليل. وعشان ما بقاش بعيد الكلام ده كتير، انا قلتلكوا ازاي تعملوا ماسك الصدر بالتفاصيل المملة في فيديو قبل كده، وهحطلكوا اللينك تحت في الديسكريبشن. طيب احنا كده بنطلع بيبي هير وبنحاول نعوض الشعر اللي وقع. بالنسبة بقى للحاجة اللي هتوقف التساقط وتحافظ على الشعر الجديد اللي هيطلع، كابيكس يا جماعة. انا ما شفتش حاجة اقوى منه بصراحة. بيوقف التساقط حرفيا، بتشوفي النتيجة بعد 4 ايام. شعر اللي كنتي بتشوفيه واقع بكمية كبيرة، لا انتي هتلاقي كام واحدة كده في المشط وخلاص. بجد هو بالنسبة لي افضل حاجة، وعملت لكم عنه ريفيو بالتفصيل وبرضه هحط لكم اللينك في الديسكريبشن. طيب بعد ما حلينا مشكلة التساقط، مشكلة ان الشعر مش بيطول بقى. وانا واحدة عندي المشكلة دي، الشعر بيجي عند طول معين وخلاص مش بيقدر يطول اكتر من كده. وده ليه اسباب كتير يا جماعة، اهمهم نقص الفيتامينز زي الحديد والزنك والبيوتين وفيتامين دي. ومن ضمن الاسباب كمان ان الشعر يكون مقصف او بيتكسر، فيجي عند الاطراف ويتكسر، فبالتالي انت بتبقي شايفة انه ما بيطولش. لا، ممكن يكون بيطول عادي من الجذور بس محتاج اهتمام. وعشان الاطراف ما تتكسرش ده بيكون بالترطيب يوميا. طبعا كمان لو في مشاكل في فروة الراس زي القشرة او تراكم الدهون على البصيلات، ده بيقلل نمو الشعر. كمان يا جماعة التغير في الهرمونات بيأثر جدا على دورة الشعر. كمان لو بتهتمي بشعرك بشكل غلط، زي مثلا انك بتغسليه كل يوم او بتغسليه بشامبو قوي، او وانتي بتلميه بتشديه جامد، او مثلا وانتي نايمه مش بتلميه بشكل صح فبيتكسر وبيحصل له تساقط. طب بعد ده كله بقى ايه الحل؟ اولا تتاكدي ان ما عندكيش اي مشكله في الهرمونات مؤثره على الشعر باي شكل من الاشكال. ثانيا مهم جدا انك تاخدي مكمل غذائي يكون فيه حديد وزنك، وطبعا هيكون الافضل لو تكشفي وتاخدي المكمل او الفيتامينز تحت اشراف طبي. ثالثا لازم تنضفي فروه الراس كويس جدا، على الاقل من مره لمرتين في الاسبوع، بشامبو يكون فيه سلفات. ولو عندك قشره مهم جدا انك تستخدمي شامبو مخصوص للقشره. رابع حاجة مساج فروة الراس مهمة قوي، لانه بينشط الدورة الدموية لفروة الراس وبالتالي هيساعد على انك شعرك يطول، بس استمري عليها يوميا. خامس حاجة من وجهة نظري واللي فرقت معايا قوي، الزيوت الطبيعية يا جماعة. واي زيت متضاف عليه توم او روزماري، سواء انتي عاملاه في البيت او جايباه من الصيدلية. ومن الحاجات اللي فرقت معايا قوي في الطول هو فاستر اويل يا جماعة، بس للأسف انا وقفته عشان هو بينشف الشعر. بس طبعا ليه بديل وانا كلمتكم عنه قبل كده برضو، وهو انك بتجيبي زيت زيتون وبتحطي عليه توم وروزماري وحبة البركة وقرنفل، وبتسيبي الميكس ده كله اسبوع، وبعد الاسبوع بتصفيه وبتستخدميه عادي من مرة لمرتين على فروة الراس. ولو عايزة تشوفي الوصفة دي انا هسيبها لك تحت في الديسكريبشن. لو عايزين بقى تريحوا نفسكم من الوصفات وتستخدموا حاجة جاهزة على طول، الفوليكال بوستر ده من رو افريكان خطير، وكله زيوت طبيعية وبيتقل ويطول الشعر بشكل ملحوظ جدا. وده مش ليف ان، ده انتي بتعملي بيه اويلنج للشعر او حمام زيت على فروة الراس، وبتسيبيه من ساعة ونص لساعتين فقط، وبعد كده بتغسليه بالشامبو. وانا احيانا بحط منه على ماسك الصدر فالفعالية بتاعته بتكون اقوى. طب كده يا جماعة اتكلمنا عن مشكلة التساقط ومشكلة ان الشعر مش بيطول. تالت مشكلة وهي هيشان الشعر وازاي نرطب الشعر صح. وفي 3 مراحل لترطيب الشعر: قبل الشاور وفي الشاور وبعد الشاور. قبل الشاور او قبل غسل الشعر اصلا، واتكلمنا عنها في بارت 1 انك بتعملي حمام زيت او حمام كريم. في الشاور نفسه الكونديشنر، واتكلمنا عنه في بارت 2. بعد الشاور بقى، لو شعرك ناشف جدا او هايش، في حاجة انا بقيت بستخدمها وفرقت في الترطيب جدا، هو انك بتجيبي اي نوع جل صبار وتحطي عليه نقطتين من زيت الجوجوبا او زيت الارجان او زيت جوز الهند،
وميكس بقى الاتنين مع بعض وتوزعيه على شعرك كويس. الكلام ده بعد الشاور على طول، او شعرك ولسه هو مندي وانتي لسه مخرجتيش من الشاور اصلا. يعني اول ما تخلصي غسيل شعرك على طول بتنشفيه بفوطه مايكرو فايبر وهو لسه مندي بتحطي عليه الميكس. لما هتطلعي من الشاور وتبداي تسرحي شعرك هتلاقي ان هو مترطب جدا ومش بيهيش، بلس انتي اصلا مش هتكوني حطيتي حاجه تقيله على شعرك فمش هيلزق ولا هيضايقك خالص. جربوا تعملوا كده وقولولي حصل معاكوا ايه. في بقى يا جماعة البرودكت ده انا لسه بادئه استخدمه من فترة قريبة، لقيت ريفيوز عنه حلوة قوي وانه بيتحكم في الهيشان وبيحمي الشعر من رطوبة الجو، وانا اصلا اشتريته عشان السبب ده، عشان الرطوبة. المهم مكوناته كلها زيوت طبيعية وفي نفس الوقت مش بيلزق الشعر ومش تقيل ابدا. يعني هو قوامه نفسه تقيل بس مجرد ما بتحطيه على شعرك مش بتحسي ان فيه اي حاجة على شعرك تقيلة، بجد زي السحر. هو فيه زيت ارجان وزيت لوز وزيت زيتون وزيت صويا وكمان في فيتامين اي. عايزه اقول لكم ان في تركيبته كمان سيليكون، بس السيليكون اللي فيه خفيف مش هيضر الشعر، بس برضو لازم نستخدمه بشكل صح عشان نضمن ان شعرنا ما يتاثرش. السيليكون بشكل عام بيقلل من تشابك الشعر جدا وكمان بيخلي تسريح اسهل وبيحميه من الحراره وبيقلل من ان الشعر يفقد الترطيب بسرعه. بس السيليكون مش بيعالج الشعر من جوه، يعني هو كل تاثيره على الشعرايه من بره ومظهرها الخارجي، فانت لازم تكوني مرطبه شعرك كويس وبعد كده بتقفلي عليه بقى بسيروم فيه سيليكون. ومهم جدا علشان تحافظي على شعرك انك تغسليه كويس جدا علشان ما يتراكمش عليه السيروم، بالاخص لو سيروم فيه سيليكون. كمان لازم تستخدمي السيروم بكميه معقوله وبسيطه، يعني من 2 ل 4 دروب، ومش بيستخدم كل يوم، كفايه من 2 ل 3 بس في الاسبوع بحد اقصى بعد غسل الشعر. كمان بيستخدم بس على الشعر، ما تقربيهوش لفروه الراس او الجذور. بشكل عام السيروم ده بجد حلو قوي وانا حبيت اللمعه اللي بيسيبها على الشعر، كمان ريحته مش طبيعيه، ريحته بناتي جدا وتجنن. وبس كده، انا كده قلت كل حاجه. يا رب اكون قدرت افيدكم وما اكونش طولت عليكم. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. لو اي حد عنده اي سؤال يسيب لي في الكومنتات، انا برد على كل الاسئله. وبس كده، باي باي.